السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد، وان شاء الله النهارده معانا التورته القمر دي بنص كيلو دقيق سبونج جاهز. يلا بينا نسمي الله ونبدأ التفاصيل. معايا هنا في البولة اللي قدامكم دي 250 جرام دقيق سبونج، يعني ربع كيلو. انا قسمت النص ربع نصين، وثلاث بيضات وربع كوباية مية ومعلقة خل ومعلقة فانيليا ومعلقة محسن جل. ده هيبقى ايه؟ نص الفانيليا، لان احنا معانا التورته نصين، نص شوكولاته ونص فانيليا، فانا قسمت الخليط على اتنين، المقادير على اتنين. هضرب المكونات لمدة 10 دقايق. هنا معايا صاج مبطناه بالورق ومجهزاه. كده الاسبونج الفانيليا. هنا بحاول اثبت الورق عشان ما الخليط ما يتحركش تحته، ما يتحركش تحت الخليط ويتزحلق. بفضي بقى الخليط في النص اللي هو هتبقى نصين، اللي هو النص اللي الناحية دي ده. وهسويه كويس عشان ما يبقاش فيه فراغات ويبقى كله سمك واحد. هنا النص التاني هيبقى نص الشوكولاتة، هيبقى 250 جرام الباقيين دقيق سبونج، وعليهم معلقة كبيرة كاكاو خام اسباني، ومعلقة خل وربع كوباية مية وثلاث بيضات ومعلقة محسن جل ومعلقة فانيليا، وهضربهم كويس. كان في خناقة في الشارع وعدت الفيديو 4 مرات، ربنا يستر بقى ما يشتغلوش تاني. هنا بضرب الخليط. خلاص خلصته كده، المضرب ما عدتش محتاجاه. هنزل بالنص التاني في الصاج. هفرده كله برضو بسمك واحد علشان ما يبقاش فيه فراغات ويبقى كله سوا واحد، يعني تبقاش حته عاليه وحته واطيه. انا هنا مولعه مشغله الفرن على درجه حراره 200. الاسبونج ده يتسوى رف اوسط لمده 15 دقيقه. بعد ما بحط كده بخبطه خبطه وبدخله الفرن. بعد ما بحط الصاج بعد 10 دقايق بفتح الفرن كده، بختبره بخلة سنان، ان كانت نظيفة يبقى كده استوى خلاص. 5 دقايق وبطفي عليه. هنا انا الصاج خلاص طلع. ده هنا تاني يوم، لان الاسبونج مخبوز قبلها بيوم. لازم الاسبونج يتخبز قبلها بوقت، يعني اقل حاجة قبلها بكام ساعة، يعني عشان يبقى بارد كده ويبرد ونعرف نشتغل فيه. هنا الطبقة اللي على الوش ديت بتتشال. انا بقشرها كده لان كنت حاطه عليها الاكياس فبقت طريه، بقت سهله انها تطلع، لان الطبقه دي زفره وما بتبقاش حلوه، بتبقى واخده زفاره البيض وبتدي طعم وحش للكيك يعني. هنا قشرتها خلاص. بقسمها بقى التورته اللي معانا مقاس 26. فبقسم كل جزء على 3، كل جزء على 3. هنا ده معايا كريم شانتيه، معايا كوبايه ونص من الكريم شانتيه، وعليهم 3 معالق كبار لبن بودر، وكوبايه ونص دي لبن عفوا ميه متلجه، متلجه من الفريزر. وهنا الجو كان حر جدا، عشان كده كنت حاطه طبق تحت بمكعبات تلج علشان تتماسك، وبرده فضلت سايله. المهم ان الكريمه ديت انا هحشي بيها بس، مش هجلس بيها من بره، فهي مش مشكله يعني، هعرف اتعامل معاها. قسمت الخليط نصين. نص هحط عليه معلقه كاكاو خام اسباني، ده اللي هيبقى نص الشوكولاته ونص التاني فانيليا. وهقلبه كويس لما يمتزج ببعضه عشان اشتغل بيه. هنا خلاص انا جايبه بورد مقاس 30 في 30، والتورته هتبقى 26. هنا بحط كده
حتة كريمة علشان تثبت ما تتزحلقش وانا بشتغل. ده سيرب انا عاملاه، كنت اتكلمت قبل كده وقلت ان السيرب ده معلقة سكر على معلقة، قصدي كوباية سكر على كوباية مية على عصرة ليمون على فانيليا، بيغلوا كام غلوة بنسيبهم يبردوا وبنسقي بيه الاسبونش عادي. ده بحط نص شوكولاتة ونص فانيليا. التورته ديت واحده صاحبتي طالباها مني، انا اصلا مش بطلع اوردرات ولا حاجه، بس هي عارفه ان انا يعني قالت لي اعملي لي واحده، فانا عملتها لها، ده لعيد جوازها. بس كده بالسيرب، عيد جوازهم. بفرد الكريمه وبحاول اسويها، وده نص الشوكولاته. بعملها طبقات، هي 3 طبقات. دي الطبقه الاخيره، التالتة. الروشه جتا، معرفش حطيت دي ليه قبل ما احط السيرب. يلا بس كويس. الحاجات اللي بتتعمل في البيت دي بيبقى طعمها احلى من المحلات بكتير. هنا انا كان في جزء باقي، فانا عملته برضو للولاد كلوه، كان طعمه تحفة. هنا خلاص انا بعمل كده بحاول اسويها وبدخلها الفريزر حوالي ساعتين كده تتماسك، وبعد كده بشتغل فيها بقى. الجو كان حر قوي في اليوم ده. هنا بالتالي كده خلاص اتمسكت. هنا عملت دايرة صغيرة كده، وعملت حواليها روزيتات، علشان الدايرة دي انا هملاها مانجا. آه، هحط فيها مانجا. هي تبقى اربع الوان، يعني هعمل جزئين كده نوتيلا، وجزء شوكولاته بيضه، وجزء شوكولاته غامقه. هنا انا معايا المانجا دي اللي كانت باقيه من تورت العلب اللي انا كنت عاملاها قبل كده، كنت حطاها في الفريزر، فكنت بحاول افككها كده من بعضها. بملى المكان كله، بملى الدايره كلها مانجا. هي ما اعرفش، هي قالت لي اعملها على ذوقك، فانا اتصرفت بقى وعملتها كده، بس بصراحه عجبتها قوي. هنا ده جيليو تلميع، بلمع بيه المانجا علشان تفضل لونها حلو كده وفريش، وما تبقاش دبلانه، وبيدي طعم كمان حلو للمانجا، للفواكه عموما. ده جناش شوكولاته انا مسيحاه، ده بعمل بيه دريبات كده على حرف التورته. الجناش ده انا عامله 100 جرام شوكولاته خام، بس اعمل شوكولاته سما، على ربع كوبايه لبن، على حمام ميه دافي، ميه بتغلي، وقلبت لما ساح خالص، وبعد ما برد عبيته في الكيس. ما تقلقوش، كل اللي واقع ده هيتشال. آه، خلصت الدربات دي. هنا هعمل جزء بقى برضو بنفس الجناش، هعمل نص ربعها كده بالشوكولاته اللي هي الغامقه. وهسويه كده بظهر معلقه، افرده بظهر معلقه. الجناش كنت حاطه عليه معلقتين زيت عشان يديله لمعه. بعد ما عملته باللبن على النار، على الحمام الميه الدافي. هنا هعمل ده نوتيلا برضو مسيحاها بزيت، زيت نظيف ملوش ريحه، على البارد. اقلب بسرعه لما فكت وساحت. برضو بظهر معلقه كده وبفردها. الجزء التاني ده هيبقى شوكولاته بيضة، عملت فيها نفس اللي عملته في الشوكولاته الغامقه. خدت 100 جرام شوكولاته على ربع كوبايه لبن، على معلقتين زيت، وقلبتهم كويس كويس على حمام ميه دافيه، وسيحتهم، ولما بردوا عبيتهم في الكيس. عملت بيه برضو جزء من التورته، وبظهر معلقه كده وبسويه.
متقلقوش، كل اللي سايل ده هيتشال دلوقتي وهيتدارى. الجزء التاني ده هعمله نوتيلا. هخلص اعمله نوتيلا. يعني التورته دي شغل انا، لا واخده كورسات ولا حد علمني ولا حد دربني ولا اي حاجه، ده انا اللي عاملاها كده لوحدي. هنا انا كتبت، عملت جبت ورق ترانسفير حروف، وطبعت فيها بالشوكولاته كده الخام حرفين، حرف ايه واس اللي هو اول حرفها واول حرف زوجها. وهنا بعمل روزتات كده حوالين التورته، جزء بالشوكولاته وجزء بالفانيليا. ال 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 الحروف دي انا سيحتها من غير ما احط عليها اي حاجه، وحطيتها في القالب، وحطيتها في الفريزر شويه تمسكت، وبعدين شيلتها حطيتها. ده الحرف التاني الاس. ودي كده واحده ديري ميلك شوكولاته، حطيتها كده برضو تدي كده قيمه للتورته وشكل. هنا برضو بكمل الروزيتات اللي هي الفانيليا. عايزاكم بقى تدعموني وتشتركوا في القناة، واللي مشتركش يشترك، وفضلا يعني وليس. ودي ده كده بشر شوكولاتة عملته علشان يعني يدي شكل عام للتورتة. كده خلاص الشكل النهائي. وجبت علبة حطيتها فيها علشان ابعتها لها بقى. هي كده ده الشكل النهائي. قولوا له رأيكم في الكومنتات لو عجبتكم، وشوفوا وشكم بخير، ودعموني بقى واشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.